فكرت ليه في ناس بتعمل فلوس بسهولة وناس تانية طول عمرها بتجري ومفيش نتيجة؟ المشكلة في الحظ ولا في الظروف ولا في حاجة محدش قالها لك؟ الحقيقة إن في ناس فاهمة لعبة الفلوس وناس عايشة فيها وخلاص. قبل ما نبدأ، ادعمنا واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خليني أقولك الحقيقة من غير تجميل، الفلوس مش مرتب. المرتب ده مجرد بداية. لو حياتك كلها معتمدة على مرتب يبقى أنت بتبيع وقتك كل يوم، وأول ما تقف الفلوس بتقف. خليني أحكي لك قصة بسيطة. في شابين بدأوا من نفس النقطة تقريبا، نفس الإمكانيات، نفس الظروف. واحد اختار يعيش عادي، شغل، قبض، مصاريف، ويستنى آخر الشهر. والتاني قرر يفهم الفلوس بتمشي إزاي. بعد سنة الأول لسه مكانه، والتاني بقى عنده أكتر من مصدر دخل. الفرق طريقة التفكير. أول قاعدة في الثراء: خلي عندك دخل مش مرتبط بوقتك بس. يعني إيه؟ يعني تعمل شغل مرة ويفضل يجيب لك فلوس تاني وتالت، زي بيع منتج أو خدمة بتتكرر، أو مشروع صغير بيكبر مع الوقت. تاني قاعدة: زود قيمتك. الفلوس بتيجي على قد القيمة اللي بتقدمها. لو مهارتك ضعيفة دخلك هيبقى ضعيف. لو مهارتك قوية ومطلوبة دخلك هيكبر غصب عنك. اسأل نفسك: أنا بعرف أعمل إيه الناس مستعدة تدفع فيه فلوس؟ لو مش عارف يبقى لازم تتعلم. أي مهارة عليها طلب، بس اتقنها بجد مش نص نص. تالت قاعدة: بلاش تشتت نفسك. ما تبدأش 10 حاجات في نفس الوقت. اختار طريق واحد وكمل فيه، حتى لو ببطء، لأن البطء مع الاستمرار أقوى من السرعة مع التلقف. رابع قاعدة: خد خطوات جريئة، مش متهورة، جريئة. جرب، اغلط، اتعلم. ناس كتير مش بتفشل، هي بس عمرها ما حاولتش بجد. خامس قاعدة: ابني أكتر من مصدر دخل. ما تخليش حياتك واقفة على مصدر واحد. ابدأ بواحد وبعدين زود عليه، واحدة واحدة، لحد ما يبقى عندك نظام بيجيب فلوس. سادس قاعدة: اصبر. مفيش ثراء بيجي في يوم وليلة، بس في نفس الوقت مفيش حد مشي صح وما وصلش. آخر وأهم قاعدة: ابدأ دلوقتي، مش بكرة، مش الأسبوع الجاي، النهاردة. حتى لو خطوة صغيرة، لأن كل يوم بتأجله بيبعدك عن حياتك اللي نفسك فيها. وفي النهاية افتكر دايما إن الفلوس وسيلة مش هدف، والبركة أهم بكتير. خلي دايما في جزء من فلوسك للصدقة، لأنها مش بتنقص المال، دي بتزوده وبتبارك فيه. السؤال بقى: هتفضل مكانك ولا هتبدأ من النهاردة؟